بنت غنية ومتدلعة بتوه وسط التلج وبيغمى عليها من شدة البرودة، بس بتلاقي كوخ منور وبتروح تخبط عليه يمكن تلاقي حد يساعدها، وبتلاقي الباب مفتوح فبتدخل، لكن بيغمى عليها لما بيجي من وراها صاحب البيت فبيحطها على الكنبة وبيستناها تفوق، وأول ما بتصحى بتتخض من شكله وبتقوله هو أنت مين؟ فبيعرفها إنها هي اللي دخلت بيته من غير ما تستأذن، وواضح إنها ما كانتش في وعيها وحاولت تضربه فضربها على دماغها وفقدت الوعي. فبتتغاظ منه إيزابيل جدا وبتقوله إنها مش هتسيبه، ولأن سلوكها غريب وباين إنها مرفهة زيادة بيزعق لها وبيطردها بره البيت، بس لأنها ما تعرفش أي حاجة في المكان بتطلب إنها تاكل وتمشي، فبيديلها أي حاجة معلبة لكنها بتتريق عليه، أو بتتعامل بمبدأ أنا هاكل أكل زي ده، لكنها بتاكل وخلاص، وبعدين بتطلب منه يكلم الإسعاف لأن رجلها بتوجعها ومش هتعرف تمشي. فبيعرفها جيرمي إن مفيش شبكة هنا ولا حتى تليفونات، ولأنها متدلعة زيادة ومتعودة على الفلوس الكتير بتحاول تغري بأملاكها، وإنه لو ساعدها توصل للأوتيل هتديله مبلغ كبير جدا ما يحلمش بيه. لكن جيرمي بيعرفها إن ما عندوش عربية أصلا والطريق للمدينة بعيد عن هنا، فبتكون مستغربة قوي هو عايش هنا ازاي، لكنه بيبدأ يحكي لها ان في ناس متفق معاها يوصلوا له حاجته كل شهر، الاكل والميه وكل حاجه، وانها لو عايزه تمشي هيجوا تاني بعد اسبوعين ونص، انما العيشه وسط الناس مش حابب. فبتحس ايزابيل انها تستحاله تستنى، بس هتوصل ازاي برجلها اللي بتوجعها دي، وطبعا ما تعرفش الطريق، ولانها بتتكبر عليه بيرجع يطردها تاني، بس بتطلب منه تقعد كام يوم لحد ما رجلها تتحسن وبعدها تبقى تمشي، وبيديلها هدوم من بتاعته لكنها ما بتكونش عاجباها اصلا، وبتروح تسأله على هدوم حريمي، فبيقول لها لو مش عاجبك بلاش، روحي هاتي هدوم من اي حتة تانية، وبتطلب منه في الوقت ده يشوف رجلها، فبيعرفها ان حصل لها التواء ومحتاجة كام يوم عشان تتحسن، وبيلف عليها رباط ضغط، وبتعرف كمان ان ما عندوش ادوية وممكن يبقى يديلها شوية اعشاب من الطبيعة، فبتتريق على عيشته في المكان، هو في حد يسيب المدينة وحلاوتها ويجي يقعد وسط الغابة والتلج؟ وبعدين ايه الهدوم اللي انت لابسها دي؟ فبيروح يبص في المراية، هي هدومي وحشة فعلا ولا ايه؟ ولانها بنت فضولية جدا بتقلب في حاجته من غير ما ياخد باله، وبتتفاجئ انه دكتور وكان متجوز كمان، وغالبا حالته دي وراها ست، وبتبص عليه من فوق بتلاقيه خارج عشان يحط اكل للطيور اللي بتعدي من وقت للتاني، وبتلاقي عنده جاكوزي وهيتنج كمان، فبتحب انها تروح تقعد فيه شوية، لكن جيرمي اول ما بيشوفها بيزعق لها وبيقول لها ما تستخدمش اي حاجة من حاجته الا لو استأذنت الاول. اما ده عمها يل صاحب اكبر الشركات في نيويورك اللي مستنيها تكبر وتعقل وتيجي تمسك شركاته، وبيتكلم مع مدير مكتبه انه هيبطل يديها كل اللي تطلبه لانه دلعه الزايد ليها خلاها بتتعامل مع الناس بطريقة وحشة. اما ايزابيل بتتريق عليه لما بتلاقيه بيبني بيوت للطيور، وبتحب انها تتعرف على شخصيته الغريبة لان الناس اللي زي جيرمي بالنسبة لها مش مفهومين، وبيسألها جيرمي هي مين بالظبط، محتاج يعرف عنها معلومات اكتر، فبتتكبر عليه وبتقوله ما انت لو عايش طبيعي زينا كنت اكيد هتعرفني، صوري مالية كل الجرايد، اصل ست غنية جدا. فبيتغاظ من كلامها وبيقول لها الف مبروك، وعلى عشا بتتريق على الاكل اللي عامله، فبيقول لها وبالنسبة لاهلك الاغنياء ما علموكيش تشكري الناس على اي حاجة بيعملوها، وانها عشان تقعد هنا لازم تمشي على قواعد اهمها تبطل قلة الذوق، وبيعرفها كمان انه مش هيعمل اكل تاني، ومن هنا ورايح هي اللي هتعمل الاكل كل يوم، ولو مش موافقة على قراراته دي ما تاكلش، ولانها طبعا مضطرة تعامله كويس لانه ممكن يطردها في اي وقت بتعتذر له على اللي كانت بتعمله، مش عشان حست انها قللت الذوق ولا حاجة، وبتقوله بما انك عايش في الغابة ومكان مقطوع كده لوحدك ما بتعملش اي حاجة تسليك، عندك شطرنج؟ فبيقول لها انه موجود عنده بس مش عارف هو فين، وبتكون جعانة وبتضطر تدخل تعمل مكرونة، بس لانها غنية مدللة ما بتعرفش تعملها، لكن بتلاقي كتاب طبخ وبتبص فيه، ولما بتخلص الاكل بيطلع غريب وطعمه وحش جدا، وبالرغم كده جيرمي مش بيكسفها، ولما بتسأله حلو بيقولها كويس، لكن بمجرد ما بتدوق بتتصدم وانها حطت في الكيك ملح بدل السكر، وبيقول لها ان بالطريقة دي الاكل اللي موجود عنده هيخلص قبل الميعاد،
من كتر التجارب الفاشلة اللي بتعملها، ولأنها بهدلت نفسها في المطبخ بيدخل يجيب لها هدوم مراته اللي طلقها، فبتشكره لأنها زهقت من الهدوم الرجالية دي. وبيخرج جيرمي عشان يجيب خشب للدفاية، أما هي بتروح تسأله هم سابوا بعض ليه وإمتى، فبيقول لها إن الموضوع ده كان من 3 سنين ومن وقتها وهو عايش هنا. أما أصحابها الأغنياء المرفهين لما بيتجمعوا بيكونوا مستغربين هي إيزابيل لسه ما رجعتش من سويسرا. أما جيرمي بيبص على رجلها تاني وبيقول لها إن الورم بدأ يروح، ففي اللحظة دي بتفاجئوا باللي شافته وإنها عرفت حقيقته. شافت الورق اللي بيقوله إنه دكتور، بس ليه ساب الطب؟ هل تقاعد؟ لكن سنك صغير، ما اعتقدش يكون تقاعد ولا حاجة. فبيكون جيرمي مش حابب يتكلم عن الموضوع وبيطلب منها تساعده في العشاء، وبتبدأ تحكي له إنها من نيويورك بس والدها إنجليزي واللهجة بتاعتها خدتها منه، ده غير إن عمها بعتها تتعلم في مدارس إنجلترا وعشان كده بتتكلم لهجتهم. لكن بيسألها أهم سؤال: تفتكري بيدوروا عليكي دلوقت؟ بقالك كام يوم غايبة عن المكان. فبتبدأ تحكي له إنها كانت هنا في رحلة، ولما حبت تتزحلق على الجليد تاهت عن الفندق وفجأة لقت نفسها في وسط الغابة، وإن عمها كده كده متعود على غيابها لأنها بتسافر كتير، بروح له في حالة واحدة بس لما فلوسي بتخلص. فبيقولها جيرمي كويس إنك عارفة نفسك، مادية قوي الحقيقة. وبيبدأ يغير لبس الشميزات اللي مش عاجباها وبيخرج عشان يكسر خشب تاني. أما هي لما بتكون بتشرب حاجة بيدلق منها شوية على المكتب وبتلاقي ورق مهم جدا، ولما بتقراه بتعرف إنها جوابات وحاجات من المستشفى عن إقرار كده وإهمال طبي حصل. لكنها قبل ما تفهم أي حاجة بيجي جيرمي وبيقول لها إنه عايز يلعب معاها شطرنج، لكنها بترجع بالليل تاني وبتقلب في حاجته وبتكون عايزة تفهم أي حاجة. فبتلاقي جواب عن فصله من ممارسة الطب وليه صور كمان في الجرايد. وتاني يوم لما بتكون رايحة تنشر الغسيل، طبعا مش متعودة تعمل الحاجات دي، فبتكسر بيت الخشب اللي عمله للطيور، وبيكون مهم بالنسبة لجيرمي جدا وبيزعق لها وبيقول لها إنها مهملة ومش بتهتم بأي حاجة حواليها. فبتتضايق هي كمان من كلامه وبتقول له إنه هو كمان مهمل، كفاية الخطأ الطبي اللي عمله من كام سنة. جيرمي وقتها بيتصدم إنها عرفت حاجة زي كده وبيتهمها إنها بتتجسس عليه، وبيبدأ يقول لها إنها واحدة تافهة وما تعرفش غير إنها تصرف الفلوس وبس في حاجات ملهاش لازمة، ولأن الكلام وجعها قوي بتخرج بره البيت وبتحاول إنها تمشي يمكن تعرف توصل للفندق. وبعد كام ساعة بيروح جيرمي عشان يدور عليها لأن في عاصفة هبت في المكان، وبينده عليها كتير وأخيرا بيلاقيها، وفجأة بتلاقيه في وشها. ولما بترجع معاه بيبان انها خدت دور برد من سوء الجو، وبتبدأ تحس ان سلوكها مش كويس وبتعتذر له على طريقتها معاه وانها من اول ما جت بتعامله بغرور. وبيبدأ يحكي لها عن قصة المريض اللي مات بخطأ طبي وإنه وقتها ما كانش يقصد، ومراته بدل ما تقف جنبه سابته وطلبت منه الطلاق. ومن اللحظة دي وهو عايش هنا في الكوخ وما خرجش للمدينة من 3 سنين لأنه حاسس بالذنب قصاد الشخص اللي مات. أكيد عنده عيلة وأطفال وكان هو السبب إنهم يخسروه. أما صاحبتها وهي في الشغل بتفتكرها فجأة، ولأن بقالها كذا أسبوع ما كلمتهاش بتفكر إنها تطمن عليها، لكن بتلاقي تليفونها مقفول. ومن اللحظة دي بتقلق، والصبح بتلاقي جيرمي بيجهز الغدا وبتقوله أحسن حاجة إنك مستنتنيش لأن كنت هبوظه زي كل مرة. وبيلعبوا شطرنج تاني، اللعبة الوحيدة المسلية في الجليد اللي عايش فيه ده. ومن اللحظة دي تحديدا ليزا بقت مهمة جدا في حياته، وبتحس صاحبتها إن في حاجة غلط فبتكلم عمها وبتقوله إن ليزا سافرت أستراليا من أسبوعين ومش عارفة تكلمها ولا توصل لها. فبيكون مش مصدق قوي الكلام، فاكرها حركة من حركاتها عشان تهرب من المسؤولية. وبيقنعوا مدير أعماله إنه يحرمها من الميراث لأنها بنت متدلعة وتافهة. أما جيرمي بيعرفها إن الدليفري قرب يجي ولو حابة تمشي بكرة معاه ما عندوش مشكلة. فبتقوله إليزابيل واضح إن وحشتك القعدة في بيتك لوحدك. أما جيرمي بيبقى عايز يقول لها إن أنا هبقى زعلان أصلا لو مشيتي. وعلى بالليل بتعرفه إنها عملت حفلة صغيرة بمناسبة رجوعها للبيت بكرة، وبتشكره وقتها إنه ساعدها وما سابهاش تتجمد في التلج بره، وبيتفاجئ إنها عملت أكلات كتير. وبيكون في اللحظة دي بيفكر إنه يتكلم معاها في موضوع إنها تمشي، بس خايف لحسن تحرجه لأنها أكيد هتبقى حابة ترجع للمدينة من تاني. وبيحاول كده يسألها لو تحب تقعد معاه هنا،
فبتعرفوا إليزابيل إنها عمرها ما هتعيش في مكان زي ده، كل حياتها وأصحابها في المدينة. لكن جيرمي بيتضايق من كلامها وبيتهمها إنها مش هتقدر تسيب الفلوس وعيشة الترفيه اللي في المدينة، لكن بتقوله إنه عمل كده عشان سنجل، وإنه أكيد لو كان مسؤول أو حتى عنده طفل كان صعب ياخد قرار زي ده، بس حياة العزلة مناسبة ليه لأنه لوحده. وبتنصحه وقتها إليزابيل ما يهربش من الماضي بتاعه ويتعامل معاه. أما الصبح بيوصل الدليفري زي كل شهر، وبتجهز إليزابيل عشان يوصلها للمدينة. وفي اللحظة دي بتودع جيرمي اللي بيكون زعلان إنها سابته. وبعد كام ساعة بتوصل لبيتها في نيويورك، وبتكلمها صاحبتها في التوقيت ده، وبتبدأ تحكي لها عن الموقف الغريب اللي حصل معاها، وإنها عايزة تشوفها عشان تحكي لها أكتر. ولما بيتقابلوا بتكلمها عن جيرمي وإنها قعدت أسبوعين في كوخ بس أخيرا عرفت ترجع من تاني. وبتروح تقابل عمها اللي بيكون قلق عليها جدا، وبيستغل الفرصة عشان يعرفها إنه مضى على الوصية اللي قالوله عليها والدها ووالدتها، وإنها لو ما كانتش مسؤولة كفاية لحد سن 30 هتخسر كل ميراثها وهتاخد مصروف بسيط كل شهر. فبتتضايق قوي من الكلام اللي اتقال لها، لكنها لما بترجع تسهر مع اصحابها من تاني ما بتحسش انها مبسوطة، وبتبقى عايزة ترجع لجيرمي. وبتكلم لولي عشان تقابلها، وبتحكي لها ان في الكام اسبوع اللي قضيتهم مع جيرمي فرقوا في شخصيتها كتير، وحست ان العيشة في المدينة مش جميلة قوي زي ما كانت فاكرة، وان كل اللي بتفكر فيه دلوقتي ازاي ترجع تعيش معاه تاني. اما جيرمي هو معدي بالصدفة بيخبط في الشطرنج وبيفتكرها، وبتبدأ شخصيتها تتغير، وبتروح حدث كبير نظمته شركة عمها لمؤسسة خيرية. ومن اللحظة دي بتبدأ تغير طريقة تفكيرها وبتساعد الناس حواليها أكتر. أما عمها بيكون مستغرب قوي وبيسألها عن سبب التغيير فجأة، فبتقوله إن في سفريتها الأخيرة قابلت شخص غير فكرتها عن الحياة، ولما مشيت وسابته اكتشفت انها معجبة بيه. فبيقول لها عمها ان الشخص اللي يغيرها للأحسن ما تسيبوش، فبتقوله ان ما عندوش تليفون تكلمه، وبينصحها في اللحظة دي تروح تشوفه، وبيشجعها تسافر حالا. وبعد كام ساعة بتكون في سويسرا وبتروح تسأل عنه، وبيكون اللي بيوصله الأكل واقف بره بيشيل التلج من قدام البيت. وبتعرف وقتها ان جيرمي سافر لها أمريكا، فبترجع بلدها من تاني وهي متأكدة انهم مش هيشوفوا بعض. لكن جيرمي بيكون في الوقت ده عرف يوصل لشركة عمها اللي أول ما بيشوفه بيكون حاسس إنه الشاب اللي اتكلمت عنه. أما ليزلي بترجع بيتها وهي متضايقة جدا، وبتكون مش فاهمة هتقابله إزاي وفين، لكن فجأة بيدخل شقتها وبتكون مش مصدقة إنه خرج من العزلة بتاعته ورجع يسافر ويختلط بالناس من تاني. وفي اللحظة دي بيعرفها إنها فرقت في حياته كتير وحابب يعيش معاها بقية عمره. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.